كيبدا الفيلم ديالنا في مصر وبالضبط في البلاصه ديال الاهرامات. واحد 5 ديال العلماء كيديروا الافلام الوثائقيه اكتشفوا طرف صغير من هرم فرعوني جديد وبغاو يديروا عليه فيلم وثائقي قبل ما يتكتشف كامل. جات واحد المذيعه سميتها صاني مع المصور فيستي وهي اللي غادي تمشي للبلاصه ديال التصوير، ودابا كتسنى باش دير مقابله مع العالم هولدن وبن سونورا اللي اكتشفوا هذا الهرم. فاش بداو التصوير كانوا الكلاب ديال العسا كينبحوا بزاف وشوشوا عليهم التصوير. هضرات صاني مع العالم هولدن فقال لها باللي هذا الهرم غريب حيت لقاو فيه غير 3 ديال الجناب ماشي بحال الاهرامات الاخرين اللي عندهم 4 ديال الجناب. وزاد قال لها ان هذا الهرم ديال الملك اخناتون وكان دايرو مخزن ديالو. من بعد تلاقات مع بنت سونورا اللي قالت ليها هذا الهرم من الاف السنين هو مدفون تحت الرمله، وموراها خداو الصحفيه للمختبر الاقمار الصناعيه. تما وراوها التصاور اللي صور القمر الصناعي للهرم وقالوا ليها من هاد التصاور شاكين باللي كاين نفق غادي يديهم للقمه ديال الهرم، والجزء اللي اكتشفوا دابا قليل بزاف مقارنه بداكشي اللي مازال مخبي تحت الرمله. ودابا عرفوا المدخل والعمال خدامين كيحفروا عليه. في النهار الثاني العمال وصلوا للمدخل عيطوا عليهم يجيو يشوفوه. منين مشاو كاملين واحد العامل هو اللي عاونهم باش يدخلوا، غير فتح الباب خرج غاز خضر، غير شموا العامل طاح وسخف. تما داوه للسبيطار فقالوا ليهم باللي هذا الغاز سام وكيكون في البلايص اللي كتسد مده طويله ولكن ما كيقتلش، والسيد دابا راه بخير. واللي ماشي بخير هو الوضع في مصر حيت المصريين دايرين مظاهرات باش يوقفوا التقلب على هذا الهرم، حيت كيقولوا الا بقاو حتى وصلوا وجبدوا الهرم كله غادي تخرج اللعنه ديال الفراعنه للعالم كامل. هذا الشيء خلى الانتاج يوقفوا التصوير حتى تهدى القضيه، ولكن هولدن ما كانش راضي على هذا الشيء حيت مهم عنده يكمل الاكتشاف ديالو. نورا اقترحت عليهم تكمل التصوير هي والمصور زهير بلا ما يكون الطاقم ديال التصوير كامل، وغادي يدخلوا واحد الكاميرا مطوره لاصقه في روبو. وفعلا دخلوا الكاميرا من المدخل اللي حفروا مور ما هذاك الغاز السام تسالى، وهذا الشيء كله بلا اخبار المخرج. المهم دخلوا الكاميرا من المدخل والمصور زهير كان خايف عليها لا توقع عليها شي حاجه حيت هاد الكاميرا كتسوى 3 مليون دولار. كمل التصوير ودخل الكاميرا حتى وصلت للحيوط اللي مكتوب فيهم باللغه الهيروغليفيه، والكتابه كتقول باللي ممنوع شي حد يدخل حيت اللي يدخل ما غاديش يخرج وغادي يمشي للعالم السفلي مور ما يموت. واخا هاد الشيء هما ما داوهش فيه وكملوا بالكاميرا حتى وصلت البلاصه مظلامه، وهنا ما بقاوش كيشوفوا شي حاجه وحتى الريزو ديال الكاميرا غبر وما بقاش طلع ليهم. حاول زهير يرجع يتحكم فيها باش يخرجها ولكن والو ما قدرش، هو خاف بزاف لما تبقاش ترجع تخرج وقرر يدخل هو براسو يجيبها. هولدن ما خلاش ولكن المصور كان خايف حيت دخلها بلا اذن وإلا ما رجعاتش غادي تغرموا الشركه اكثر من فلوسها. فكروا حتى عياو وقرروا يدخلوا معاه كاملين، نورا وباها وحتى المذيعه صاني والمصور ديالها فيستي. فاش بداو كيوجدوا جا عندهم الضابط المسؤول على الحمايه ديال الاكتشاف، هو قال لهم ممنوع تدخلوا حيت مازال ما خداو التصريح، ولكن بقاو معاه حتى قنعوه وقالوا ليه بغينا ندخلوا نجيبوا غير الكاميرا ديالنا وما غاديش نفوتوا ساعتين ونخرجوا. الضابط المسؤول وافق وخلاهم وقال